اخيرا ممكن نلاقي منتخب مصر والجزائر وايطاليا في كاس العالم وغيرهم كتير، وده مش كلامي، ده كلام انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي اللي اعلن خلاص بشكل واضح النظام النهائي لبطولة كاس العالم اللي جايه 2026 اللي هتتم في اول مره من سنه 2002 تنظيم مشترك ما بين الولايات المتحده وكندا والمكسيك. 16 مدينه هتستضيف البطوله، منهم 11 في الولايات المتحده. السيمي فاينل والفاينل في امريكا خلاص. 104 ماتش بعد ما كنا 64 ماتش هنزيد ل 104 ماتش، لان تم تغيير نظام البطوله. بدل ما كنا 32 فريق بقينا 48 فريق هيتوزعوا على 12 مجموعه، هيصعد اول وتاني وافضل 8 توالت، ودوت هيخلي بنسبه كبيره فرص المنتخبات العربيه والافريقيه والاسيويه في الظهور في الدور ال 32 هتكون اكبر واوضح من قبل كده. طبعا تم انتقادات كتيره للنظام دوت، وابرزهم ان طبعا عدد الفرق هيزيد وعدد الماتشات هيزيد، لكن خلينا نقول هو كله فلوس رايحه للفيفا.